يا رب ان شاء الله. ميرسي. اول شيء مبروك ان شاء الله، هذه السنه نشوفك في عملين في رمضان. عمرين. عملين فيهم عمرين. عمرين. هنشوفك في قانون عمر وابو عمر المصري. طيب ادوارك فيهم مختلفين تماما. يعني قانون عمر شخصيه مودرن احكي لك الشخصيه. يا ريت والله. انا ما بكرهش تقولي كل حاجه. لا بصي، يعني هو قانون عمر مودرن قوي. ابو عمر المصري التسعينات، مثلا 30 سنه فاتوا، وفلاحه ريفيه، تلبس اللبس الريفي، لبس الست الفلاحه. يعني بعد ما شفناكي السنه اللي فاتت بالحجاب وفي الوراق، وشفناكي يعني في ستايل مختلف تماما، هذه السنه هنشوفك في مودرن ولكن تاني شويه، لانه مودرن جدا وفلاحي. مسلسل ابو عمر المصري فلاحه. حلو. اول تجربه عندك في الفلاحين؟ والله مبسوطه، حبيتي الستايل؟ اكسايتد جدا. يعني حابه، مش عارفه الناس هتبقى رايها ايه، بس انا حاسه انه ان شاء الله هيبقى حلو قوي. هل حسيتي بصعوبه ما انك تقومي بهذا الدور؟ حسيتي بتحدي تشالنج مثلا؟ بصي، هو صعوبه في اللهجه، لان الفلاحي والصعيدي قريبين من بعض شويه، وانا ما بعرفش اتكلم فلاحي وما بعرفش اتكلم صعيدي. بس انا سعديه اصلا. اوكي والله فعلا انا يعني ماي روتس ان انا سعديه اصلا. حلو. بس ترجعي لهم. لا طبعا ما ينفعش نتكلم صعيدي، فبنتكلم فلاحي. فهي المشكله بتبقى معايا ان انا ببقى مش مركزه في التمثيل، بس ببقى كمان مركزه اكتر في ان انا اقول اللهجه صح. طب بتقولي الجيم وكل حاجه؟ بقول الجيم. يعني كنت لسه مخلصه فيلم اسمه سري للغايه، بعمل سيناويه. فالسيناويه دي بقى اصلا انت لما تسمعيهم مش هتفهميهم. فان انا اعرف اذاكر وان انا اعرف اقول كلام بلهجه تانية عربيه بس مش مفهومه حتى للعرب، فدي صعبه قوي، دي اصعب من التمثيل نفسه. واو. طيب يعني ما شاء الله، بعد الادوار الكثيره اللي شفناها والمختلفه، هل ايمان اصبح لها شروط محدده على اساسها بتختار العمل؟ هو من اول يوم اشتغلت فيه، من قبل ما يبقى عندي ادوار كتير، لا وانا عندي شروطي يعني، وانا بعمل الحاجات اللي انا عايزاها وليا تفاصيلي كده. انا عندي تفاصيل كتير. طب شو تفاصيلك؟ هل انت مثلا بتفرضي او مش فرض، مش بتفرضي، بس يعني بتشترطي، خلينا نقول انه مثلا العمل يكون، خلينا